بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أيها الأحباب الكرام، بهذه الافتتاحية نبدأ معكم هذه الحلقة رقم 222 بحمده تعالى من قناة السلام الإعلامية المباركة، راجيا أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. قبل هذا وذاك نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، شهر القرآن الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يمن على بلاد المسلمين جميعا بالوحدة والإلفة والتعاون، وعلى بلادنا الحبيبة إريتريا بالأمن والسلام والاستقرار. هذه حلقة استثنائية عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أولا أنها تأتيكم في أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 2026 1447. في ذات الوقت استثنائية هذه الحلقة أنها تحكي لكم قصة النجاشي. قصة النجاشي ليس الصحابي الجليل، ولكن ذلك الاسم استقاه المسلمون هنا في الجالية الإريترية في مدينة ميلبورن، فتنادوا ذات يوم وفي يوم عظيم لتأسيس مسجد النجاشي تيمنا بذلك الصحابي الجليل، وفي نفس الوقت برضو لتذكير الناس بالعظماء من الصحابة الكرام. النجاشي اسم معروف، وكان حلما جميلا أن تنادى نفر عزيز من المسلمين هنا أن قالوا: لماذا لا نؤسس لمسجد النجاشي أو مسجدا باسم النجاشي؟ و والعمل العظيم كان بعد أن سعوا هنا وهناك توصلوا إلى التفكير في شراء كنيسة. أهلوها قرروا أن يبيعوها تحت القانون فذهب إليهم أولئك النفر، والمهم اتفقوا معهم على مبلغ ما، والذين تنادوا من المسلمين ليس في يديهم شيء إلا الرغبة والنية في إقامة مسجد أو تحويل ذلك الكنيس إلى مسجد. وعددهم قليل عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة، لا يتعدون، ربما كانوا ثلاثة. ودائما الأعمال الخيرية هي تبدأ بنفر قليل والحمد لله سعوا هنا وهناك رغم المثبطين الذين كانوا وراء أنه هذا حلم بعيد المنال. والمهم أولئك الذين اختارهم الله أن يكونوا سببا في أن تتحول كنيسة إلى مسجد بالقانون تحت سقف القانون، توكلوا على الله، ولم يدخل معهم بعض الخيرين إلا فترات بعد فترة طويلة. أولئك النفر العزيز لهم منا عاطر السلام والتحية والتقدير. هم ثلاثة في البدء: الشيخ إدريس قبريس حفظه الله ورعاه، والشيخ عثمان فاكاي حفظه الله ورعاه، والشيخ الأستاذ محمد علي أبو زينب. بعد ذلك دخل معهم نفر عزيز وأبلوا بلاء حسنا، منهم الأستاذ محمود ذلك الرجل الهميم، والآن هو في مجلس الإدارة، ابن المربي الجليل رحمة الله عليه، الأستاذ محمد أحمد أعتقد، أرجو أن لا أكون غلطان في الاسم. أستاذ محمود، عندما تقول الأستاذ محمود ابن المربي الجليل معروف ودخلنا معهم نحن في المحطة الأخيرة، وحاولنا قدر الإمكان أن نروج فيديوهات وما إلى ذلك، وآخرون برضو زي الأستاذ الإعلامي محمود أفندي. ومهم وبدأوا الناس وما أخذت خطوات للعضوية وللتبرع على كل مبلغ 1,000,000 وتقريبا 200 وشيء ألف. المهم سعوا هنا وهناك، والخيرون وقفوا معهم، وفي الأخير
يعني تمكنوا من جمع المبلغ الذي مكنهم من شراء الأرض، المبلغ الذي يعني وقعوا من خلاله على العقد. لكن المبلغ كله لم يجمع حتى اليوم. وهذه دعوة عبر هذه القناة المباركة ليتنادى المسلمون أينما كانوا ويساهموا في تسديد ما تبقى، ومبلغ كبير جدا يعني. لكن الحمد لله قانونا تحولت الكنيسة إلى مسجد، وكنا على وعد من الله سبحانه وتعالى أن متى ما صفت النفوس فسيسخر الله من عباده من يقطع بمسجد النجاشي الخطوة الأولى أو المحطة الأولى. رست اليوم سفينة النجاشي إلى المحطة الأولى، ولكن هناك محطات كثر. لذلك عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، هذه الحلقة الاستثنائية هي تحويل كنيسة إلى مسجد تحت سقف القانون في مدينة ميلبورن، ويسمى هذا المسجد مسجد النجاشي. والحمد لله كان الافتتاح الرسمي قبل رمضان بيومين أو ثلاث، وكنت هناك والحمد لله. تحدث فيه عدد من الشيوخ و... واليوم عزيزي المشاهد 21 من شهر فبراير، الثاني من شهر رمضان بالنسبة لنا نحن في أستراليا، كانت أول صلاة الجمعة في مسجد النجاشي. والحمد لله تقاطر الناس. صحيح العدد ما كان كثير لأنه يعني عمل، وهي أول صلاة. وإذا كنا نعلم أنه أول مسجد سواء كان للصحابة في إريتريا صلى فيه كذا كم عدد قليل جدا، وفي أول مسجد المدينة المنورة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم كم نفر الذين صلوا فيه الصلاة الأولى؟ عدد قليل، لكن تتقاطر. وهكذا مع مرور السنون والسنين اليوم في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالملايين. ولا أشك ذلك عزيزي المشاهد أن مسجد النجاش في مدينة ميلبورن سيتوسع تحت سقف القانون، وسيكون ربما من أكبر المساجد في هذه المدينة المباركة. شكرا لحكومة أستراليا التي نتمتع فيها بكل قيم القانون والعدل. شكرا للمواطنين الأستراليين الذين سمحوا أن تتحول الكنيسة إلى مسجد الناس الساكنين حولها. تخيل عزيزي المشاهد لو فكرنا أن نقلب كنيسة تحت سقف القانون في إريتريا، ب ب ب يعني كانت كنيسة وستحول إلى مسجد. إذا أراد أصحاب الكنيسة أن يبيعوها، تخيل كيف ستكون القيام القائم في إريتريا. سبحان الله يعني. وهكذا فشكرا لجيران النجاشي اليوم، ومرحبين جدا يعني بأن تلك عبادة وهذه عبادة في ظنهم هكذا يعني. وشكرا للذين تبرعوا بسخاء من الإريتريين، والعدد ما كبير عزيزي المشاهد. وشكرا للذين سينضموا الآن إلى ركب آه، تسديد ما تبقى من قيمة الشراء، خاصة وأن الأحباب الكرام الآن هم 4 وربما يكونوا 6 طرحوا حتى القرض الحسن. القرض الحسن يعني يدوهم عشان يكملوا الباقي يعني. وعلى الرغم من أنه المسجد النجاشي الآن المسلمون في مدينة ميلبورن في تحدي أن لا تتحول، أن لا تباع، أن لا يباع أرض المسجد، وهي مساحة ما كبيرة ولكنها تسع مئات المصلين حقيقة يعني. إذا توسعت من هنا وهناك أو تم رصف الجانبين فيمكن أن تأخذ فوق 1000 مصلي. ولذلك شهدت هذه المدينة المباركة مدينة ميلبورن افتتاح وتحويل كنيسة إلى مسجد. عزيزي المشاهد، الآن أترككم مع الفيديو الأخير الذي عملته ترويجا، وكان فيديو رقم 10 تقريبا في سلسلة الفيديوهات التي قمت بها. كان الفيديو قبل ساعات من الافتتاح الرسمي، فأترككم مع ذلك الفيديو، وهو فيديو مفتتح يعني مفتتح للافتتاح.
وهذه قناة سلام الإعلامية المباركة. تابعتم الفيديو الذي عملت فيه ترويجا. الآن أعزائي المستمعين، برضو من الترويجات التي قام بها السادة الإداريين في إدارة النجاشي، الأستاذ أبو زينب برضو كان عمل ترويج ليوم الافتتاح. نتابع هذا الفيديو القصير جدا، هي مجموعة فيديوهات، يمكن أن يكون هذا الفيديو رقم واحد. ثم كان للشيخ إدريس كذلك، إمام وخطيب المسجد وأحد المؤسسين وأحد الإداريين، الشيخ إدريس قبريس له السلام والتحية، كان عنده برضو ترويج إنه اقترب يوم الافتتاح، وبارك الله فيه. ذلك هو الفيديو رقم اثنين. الفيديو رقم ثلاثة عزيزي المشاهد، الآن دخلنا إلى صحن المسجد، والحمد لله، والله أكبر ولله الحمد. انظروا إلى هذه اللحظات، لحظات الفرح التي كانت في عيون الناس. والأستاذ محمود مقدم برنامج الافتتاح داخل المسجد، وحضورا كان بهيا، يعني حضور لم تشهده يعني حتى الندوات ولكن هذا بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. حدث مهيب يعني. والأستاذ محمود قدم قصة ال- النجاشي. وأترككم مع ثلاثة فيديوهات، والفيديو ثلاثة وأربعة وخمسة يتحدث فيه الأستاذ محمود عن التحديات كيف كانت وما هو الواقع الموجود. تأتيكم الفيديوهات الثلاث تباعا. الآن عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، الأستاذ أبو زينب وهو المشرف المالي على مسجد النجاشي قدم مختصرا شديدا وقصيرا لكم دفع وكم تبقى. فأترككم مع الفيديو رقم 6. ثم جاءت كلمات الشيوخ الآن، افتتحها الشيخ إدريس قبريس، إمام وخطيب المسجد وأحد الإداريين والمشرفين الإداريين القانونيين والمشرفين على المسجد، فقدم كلمة ضافية بالعربية واللغة الإنجليزية. نستمع على الفيديو رقم 7 للشيخ إدريس قبريس. ثم كان عزيز المشاهد للشيخ عثمان فاكاي، أحد الإداريين القانونيين وأحد المؤسسين، والذي جال مع الشيخ إدريس الشرق الأوسط أكثر من مرة. والشيخ إدريس ذهب حتى إلى أوروبا وأمريكا، تركوا منازلهم وتركوا أعمالهم ابتغاء لوجه الله وأن يقام هذا المسجد النجاشي، فلهم منا الشكر الجزيل. نستمع على كلمة الشيخ عثمان فاكاي، فيديو رقم 8. وكان للشيخ صلاح حامد أحد الشيوخ في هذه المدينة، وهو إمام وخطيب في إحدى المساجد في مدينة ميلبورن، قدم كلمة في غاية الأهمية. نستمع إلى الشيخ صلاح حامد، فيديو رقم 9. ثم اعتلى المنصة أحد الشيوخ من الجالية الإسلامية، فهنأ الجالية الإثيوبية وهنأ الجالية المسلمة في مدينة ميلبورن. فنستمع إلى الفيديو رقم 10 لأحد الشيوخ في هذه المدينة. الشيخ صلاح حامد، صلاح خيار عفوا، أحد الشيوخ المعروفين في هذه المدينة. صلاح خيار يتواجد حيث تواجد الوعظ والتنبيه والإرشاد، فقدم كلمة يعني مشكورا عليها. نستمع إلى الفيديو رقم 11 للشيخ صلاح خيار. وكان مسك الختام في يوم الافتتاح
الذي كان قبل رمضان بيومين، والأحد تقريبا تحديدا الأحد الفائت. فاستمع الناس إلى قراءة عطرة من أحد القراء، فنستمع إلى الفيديو رقم 12 من قرائنا الكرام. ولا أنسى عزيزي المشاهد أنه الافتتاح للمسجد العظيم، يعني المسجد الكبير في مدينة ميلبورن، مسجد النجاشي، افتتح بالقرآن الكريم، وربما تكون تابعته في البدء. وكان يعني يوم الفرح الأكبر أن صلينا الجمعة 21 من شهر فبراير 2026. هذا يوم تاريخي، أن صلينا أول جمعة، وكانت ثاني أيام رمضان المبارك، أول جمعة بمسجد النجاشي، خطب فيها وأما فيها المصلين الشيخ إدريس قبريس، بارك الله فيه. نستمع إلى جانب من الخطبة عزيزي المشاهد. أيها الأحباب الكرام، كنتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة. منا تابعنا الحدث التاريخي الهام في هذه المدينة، عندما تحولت كنيسة إلى مسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا يزال على عاتق الإدارة القانونية والإدارية الكثير والمال الذي ينبغي أن يدفع لتكون الملكية كاملة، ولكن بحمد الله تم تحويل الكنيسة إلى مسجد النجاشي تحت هذا المسمى، تحت سقف القانون الأسترالي. هذا فضل من الله. طبعا ليس هذا هو الحدث الأول أن تتحول كنيسة إلى مسجد. كثير من المساجد في هذه المدينة تم تحويلها إلى مساجد، كنائس تم تحويلها إلى مساجد. هذه تضاف إلى سلسلة المساجد التي كانت من قبل كنائس. ولكن يعني هذا فرح عظيم وهذا فرح كبير، وأسأل الله أن يبسط في هذه البلاد الخير والأمن والتقدم والاستقرار لحكومتنا الرشيدة، حكومة أستراليا، والطاغم الفيدرالي والولائي، لهم السلام والتحية والتقدير. لجاليتنا المسلمة كذلك الذين برضو تقاطروا بالتبرع وما إلى ذلك، برضو الجالية المسلمة بشكل عام برضو لهم الشكر الجزيل. وننبه إنه جاليتنا الإريترية نقول لها هذا مسجدكم، وتعالوا وتبرعوا وساهموا وخففوا ما على يعني كاهل هذا المسجد، مسجد النجاشي، من ديون، وإن شاء الله وعد الله ناجز. أيها الأحباب الكرام، كنت معكم في هذه الحلقة الخاصة المتميزة عن مسجد النجاشي، قصة تحويل الكنيسة إلى مسجد في مدينة ميلبورن تحت سقف القانون. تحياتي لكم، محدثكم أحمد شريف من هذه القناة الحرة المباركة، قناة سلام. لشيوخنا الأجلاء والإداريين، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وبارك الله فيكم. وسنواصل معكم سلسلة رمضانيات نستضيف فيها الشيوخ ونتحدث فيها عن أيام رمضان وكيف ينبغي أن يكون المسلم في هذه الأيام المباركات. يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. ونحن على هذا الفرح الكبير، مسجد النجاشي من الفرحين المغتبطين، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى من به علينا جميعا في هذه المدينة المباركة، مدينة ميلبورن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الذين سعوا ليل نهار لتأسيس هذا المسجد الهام، مسجد النجاشي في مدينة ميلبورن. أنا كنت أبحث عن صورة للنجاشي، هذا قبل يوم الافتتاح، والحمد لله، وإن شاء الله يوافيكم حتى بالوعظ والإرشاد والدروس التي ستقام في هذا المسجد بحوله تعالى.
تحياتي لكم أيها الأحباب الكرام من قناة السلامة الإعلامية المباركة. شكرا جزيلا لمخرجين الذين أتعبناهم اليوم لتخرج هذه الحلقة بالشكل الذي يليق بمقاماتكم السامية. لكم منا جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأعزاء الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المسجد النجاشي بيتا من بيوت الله، يذكر في اسمه وتعالى فيها كلمته، ويجعله منار الإسلام والمسلمين وهداية للجميع. وأسأل المولى عز وجل أن يجعل ويكتب أجر الثواب لكل من ساهم وشارك في هذا العمل الجميل في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته, brothers and sisters. As the month of Ramadan approaches, inshallah, we are reminded of the importance of the masjid, the closeness of the masjid, and the fundamentals of the masjid. For example, learning the etiquettes of the Prophet ﷺ and his companions, as well as the ikhlas and the sincerity. So please come down to Masjid Najashi after Ramadan, during Ramadan, and before. Jazakallahu khairan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في انتظاركم في افتتاح النجاشي، نتشارك معكم كل ما أنجزناه معكم وبدعمكم لهذا اليوم المبارك، يوم الأحد 15 فبراير 2026. إن شاء الله نراكم معا ونتقاسم الأفراح. جزاكم الله خير. أيها الأحبة الكرام، في جاليتنا الموقرة يقف مسجد النجاشي في قلب مجتمعنا موقعا ووسطا لا يفصل بين الناس بل يجمعهم ولا يفرق بينهم، بل يوحد صفوفهم على كلمة التوحيد ونور الإسلام. إنه ليس بناء من حجارة فحسب، بل منارة ذكر ومدرسة قيم وملتقى أجيال تتعانق فيه الأرواح قبل الأيدي. إننا نناشدكم جميعا أن تلتفوا حول مسجدكم دعما وبناء وتعميرا بذكر الله ومشاركة في رسالته، وإحياء لدوره الوسطي في رسالته العلمية وموقعه الجغرافي. بكم يزدهر وبالتفافكم يثبت، وبذكر الله فيه تحيا القلوب وتسمو المجتمعات. أخوكم في الله عافى محمد سعيد عثمان، محاضر في جامعة سلطان أزلان شاه ماليزيا. افتتاحية المسجد ليست هي النهاية بل البداية. نتمنى من الحضور ونتمنى من الإخوة المساعدة وبالمداومة على الصلاة فيه، وكل واحد منا يجتهد إن شاء الله لعمارة هذا المكان وعمارتها بمجيئة وبالصلاة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك السبت 14 من فبراير 2026 نلتقي بكم في لحظة تاريخية في مسيرة مؤسسة النجاشي، لحظة امتنان خالصة لله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا الأسباب وجمع القلوب وكتب لهذا المسجد أن يقام على تقوى من أول يوم. هذا الصرح لم يبنى بالحجارة وحدها، بل شيد بالصبر وثبت بالإيمان وارتفع بالإخلاص. فبيوت الله لا تقوم بالأموال فقط، بل تقوم بالنيات الصادقة وبالقلوب التي تعاهد ربها أن تبقيها عامرة بذكره وطاعته. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله
والله يرزق من يشاء بغير حساب. Inshallah, I would like to start my talk by thanking you all for coming here and trusting us that you will see a good thing, as you can see in Al-Najashi Masjid. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Today, of course, we've gathered here. It's not just for us to support us, but it is something that we should be celebrating, all of us, having a great place of masjid in worshiping Allah subhanahu wa ta'ala in this place. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Sometimes it's not about putting donations or paying money or anything like that, but participating in events like this. It is a sadaqah for all of us in supporting and knowing and talking about and getting together to support each other, inshallah, as fathers and mothers and brothers and sisters, to go together into the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And this place is actually for you to use in any events that we might have, inshallah. And Ramadan coming, for us, we did our best to make sure that we accommodate all of us to come here and worship Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan, because we did not want to miss this opportunity. With your support and help and dedication that you helped us financially, even with support by talking and everything, we wanted to make sure that we together get the ajr of getting people praying in this place with your donations and support that you've given us. So may Allah inshallah get us to Ramadan, and may Allah accept our fasting. So alhamdulillah, it wasn't an easy journey for us to move and actually move this church. A lot of negotiation that happened, a lot of stories that I can tell you for a very long time. And I'll try to make it short with the challenges that we had, but alhamdulillah, at the end of the day, it happened. And thank you. So Najashi, basically, we're talking about the community collaboration as Muslims, working together, supporting each other, and we will have here leaders who will be able to help you. السلام على النبي الأول وعلى آله وصحابته الكرام وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. الأخوة الكرام، طبتم وطاب مشاكم، طباتم من الجنة منزلا إن شاء الله. أخواننا الأفاضل الكرام، الحضور الكريم، الأخوات في البيات، حياكم الله وإياكم في هذا اليوم الطيب المبارك الذي كان بإنجازكم وعطائكم وكرمكم السخي. حقيقة بالنسبة للجانب المالي، في البداية دعوني أن أشكر الأخوة الذين رعوا هذا اليوم الكبير، أخوة كانوا مساهمين في هذا اليوم، من ضمنهم الأخ صلاح والشيخ صاحب بيتزا ونباوت، والأخ لوبسي صاحب فوسكري ماركت، والأخ أبو عمر صاحب حلويات البلحة ببرانزبيك. هؤلاء هم الناس اليوم اللي رعوا هذا الحفل الكريم، بارك الله فيهم جزاهم الله كل خير. حقيقة يا إخواني الكرام، يعني الجانب المالي للمؤسسة والجانب الحساس الجانب نوعا ما الناس يعني فعلا تكلف كثير، لكن سوف أعطيكم إن شاء الله the main point أو السمراي زي ما يقول الملخص إن شاء الله حتى تكون على بينة. بالنسبة للتكلفة المالية كل هذا المشروع وهذا الاشتراك كان $1,500,000. ما تم دفعه الآن هو $400,000. ما تبقى هو $1,100,000 إن شاء الله. هذا المبلغ فيه قروض حسنة، و80% جاء مؤسسة MCCA. فإن شاء الله تعالى بوجودكم إن شاء الله برضو حنواصل إن شاء الله حتى نقضي هذه القروض الحسنة. يعني أهم عندنا قروض حسنة في رمضان إن شاء الله، وكل فترة الثانية لنا قروض ويدفع قريبا إن شاء الله. أتمنى أن تساهموا معنا كذلك حتى ننتهي من هذه القروض الحسنة. حاجتين مهمتين جدا جدا كيف ساهم بي أنت في هذه المؤسسة الآن. عندنا طريقين إن شاء الله. الطريقة الأولى كيف تكون أنت ممبرشيب، وممبرشيب موضوع سهل جدا جدا، عبارة عن $20 في الشهر إن شاء الله. إذا حسبنا $20 في الشهر رايك في اليوم 65 سنت في اليوم إن شاء الله، يعني أقل مما أتوقع.
فسوف عندنا 170 ممبرشيب ونحاول ان نجعلها 600 و 1000 في خلال نهايه هذا العام ان شاء الله، حتى نضمن ان شاء الله التسليس والمصروفات الشهريه الثابته. الموضوع الثاني كيف تساهم انت في هذه المؤسسه ان شاء الله، هو حاجه اسمها القرض الحسن. تدفع قرض حسن لو عندك اي شيء مبلغ ايا كان مدخر على جنب ان شاء الله، نرجو انك عن هذا المبلغ ان شاء الله بنيه القرض الحسن يسعد لك ان شاء الله يعني سنه سنتين حسب ظروفك ان شاء الله، اي مبلغ مرحب به باذن الله تعالى ان شاء الله. فنتمنى ان شاء الله الناس تحب معنا في هذا الجانب باذن الله تعالى. And respect brother and sister, just quick update about English. The project cost us $1.5 million. We paid, alhamdulillah, so far 400,000. وtarget amount now 1,100,000 بإذن الله تعالى. How can support this Najash Foundation? By financial, inshallah. There is two ways, inshallah. One way to become membership for the Najash Foundation Australia. Just $20 per month. About 65 cents per day, something like that. The other way, inshallah, we need for a long time, inshallah. 1 year, 2 year, whatever, 1,000, whatever you have, inshallah, that's make different for us, inshallah, in this project. Allah, inshallah, accept from you, reward you, everyone, inshallah, and thank you for coming. This is something very quick, inshallah, about the financial project for Najash, inshallah. Jazakumullah khairan wa ta'ala al-hudur. Brother Idris is talking. I'm going to take you into a tour. This is just a change of plan. I'm just going to show you the tour while Brother Idris is talking, inshallah, shortly. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الأفاضل، أيتها الأخوات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الفردوس الأعلى منزلة. صلى الله الذي جمعنا في هذه الدنيا على طاعته وعلى ما يرضيه ومرضاته أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى إخوانا على سن متقابلين. قدومكم شرف لا يعد، واهتمامكم غاية الأهمية، مهما بذلنا من جهد لنشكر هذا القدوم. وفي المقدمة أتيتم إلى هذه المكان قاصدين الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، فشرف لكم أيها الأخوة، أيها الأحبة، أيها الأخوات الفاضلات. هذا الشرف نلتم هذا الشرف مقام بتقدير من الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد شيء الله سبحانه وتعالى يهيئ له، فهيأكم وجعلنا سبب لنتشارك إلى هذه الفرحة وهذا القدوم قدوم المشرف. فنحن جذرنا وبدأنا الجهد وأنتم من هذا الإنجاز. فهذه رسالة شكر بسيطة في مقامكم، فأنتم تسمو بكم الهمم كما رفع الله شأنكم من بين الأمم، فقال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأنتم الذي اصطفاكم الله سبحانه وتعالى، فقال: إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فأنتم هذا المقام مقامكم، وهذا البيت بيتكم، يعمر بكم ويسمو بكم، والله سبحانه وتعالى يهيئ منكم أجيال ليحف هذا المكان. ففي المقدمة مهما بذلنا من شكر لنوصل شكركم فهذا بسيط في مقامكم، فكما تركنا مكافأتكم لله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الفردوس الأعلى ويجمعنا بكم. بداية المؤسسة كما تفضل الأخوة هي كانت فكرة تخرج من قلوب عامرة ولها طموحات عالية، ولكن هذه الطموح تتحقق، ولكن لابد أن يكون لها عواقب. فهذه العواقب تحتاج من تمعن ووقفات، سواء كانت وقفة إيمانية ووقفة من نوع من القلق، ربما نسميها بالقلق، ولكن هذه كلها سنة الله في الكون. والحمد لله ينجز هذا المقام بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بجهدكم، والحمد لله. وتسمية هذه المؤسسة مؤسسة النجاشي اقتداء بالملك العادل الذي احتضن الصحابة وآواهم وفتح لهم عروشه
واستقبلهم استقبالا يليق بالصحابة كما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. سميناها مؤسسة النجاشي، والحمد لله تأسيا به وبهذه البلاد التي نحن نعيش فيها، كما كانوا الصحابة أتوا إلى أرض الحبشة فآواهم، والحمد لله أردنا أن نكون مثال للتوحد ولجمع الكلمة، كلمة واحدة تجمع المسلمين عامة وتشمل جذورهم وتسمو بهم إلى الهمم والثبات. فبارك الله فيكم ورفع الله قدركم وأحسن الله إليكم، جزيتم خيرا وبارك الله فيكم. Barakallah. My dear brothers and sisters, alhamdulillah, welcome to you, the house of Allah subhanahu wa ta'ala. The establishment of this house is, of course, there is some, but you would know the reason for this house, alhamdulillah. And Allah will make it easy for everything to be happen. Subhanallah, this is the dream, and now in reality, the reality we see our eyes, and alhamdulillah, we feel it. And this is the benefit from Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فهذه النعم, this is the benefit from Allah subhanahu wa ta'ala to see all of us, alhamdulillah. And mashallah tabarakallah. My message also to the youth, mashallah tabarakallah. I can say 75-80% is the youth, mashallah tabarakallah. How do you think when you get this place? Of course, amazing place. An amazing feeling, wallahi mashallah tabarakallah. Imagine, you get house and you get a key, you get everything to do, mashallah tabarakallah. Tomorrow, this is your place to learn the Quran. Tomorrow, especially our youth. Tomorrow, this is for our kids, for us. And this is subhanallah to have an azima in our deen, in our yaqeen, in our Quran, in our everything we needed. This is our place, mashallah tabarakallah. And I'm very proud, mashallah. Look the youth outside, what they doing, the volunteer, everything. And this house for Allah subhanahu wa ta'ala, most of the youth they built it, wallahi, to be honest, as Sheikh Muhammad said, And alhamdulillah, now this is the reality. Wallahi, I feel happy, and this is from Allah subhanahu wa ta'ala. Rahma min Allah subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran, and feel happy, and this is your house, a house of Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين. أصحاب الفضيلة والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم من جانب مهم من مسيرة العمل في مؤسسة النجاشي الدعوية، وهو جانب التواصل وبناء الشراكات وتأمين الدعم والاستمرار لهذا المشروع المبارك. منذ انطلاقة المشروع حرصنا على ألا يكون عملا معزولا، بل جهدا مندمجا في محيطه الإسلامي الواسع. تواصلنا مع المساجد والمراكز الإسلامية داخل في ولاية فيكتوريا سعيا إلى توحيد الصف والتبادل الخبرات واستقطاب الدعم وتعزيز روح التكامل في خدمة. كما امتد تواصلنا إلى عدد من الولايات الاسترالية الأخرى، إيمانا بأن الرسالة واحدة، وأن نجاح أي مشروع إسلامي هو نجاح للجميع، وأن التعاون بين الولايات يعزز الاستقرار والاستدامة. ولم نقف بحدود الداخل، بل طرقنا أبواب الخارج أيضا، فتواصلنا مع الهيئات الدبلوماسية والتنظيمية والمنظمات الخيرية وعدد من الشخصيات المؤثرة والنافذة في دول الخليج، وعرضنا عليهم رؤيتنا واحتياجاتنا، فوجدنا كلمات طيبة ووعد كريم بالدعم والمساندة. ونحن نحسن الظن بإخوتنا ونسأل الله أن يكتب هذا الوعد لإتمام هذا الوعد، وأن يجعلها واقعا قريبا بإذن الله تعالى. وكذلك خرجنا باب أوروبا وسافرنا وتأهلنا وتواصلنا مع الجاليات هناك، فاستجابوا مشكورين
لذلك. وتمكنا من جميع مبلغ كان له دور كبير في سداد القسط الأول من التزامات المشروع، وكان لذلك أثرا بالغا في تثبيت أقدامنا في المرحلة الأولى. ومع كل هذه الجهود المباركة فإننا نذكر بكل شفافية ومسؤولية مؤسستنا ما تزال تتحمل أعباء مالية كبيرة، وأن الالتزامات والديون ما زالت قائمة، مما يجعلنا في حاجة ماسة إلى استمرار والدعم والتكافؤ الجميع حتى يستقر المشروع استقرارا تاما، لأننا لا نذكر ذلك شكوى بل أمانة وصدقا مع أنفسنا ومعكم، فخدمة في بيوت الله، في خدمة هذه بيوت الله شرف عظيم، لكنها مسؤولية تحتاج إلى صبر وبذل وتعاون مستمر. كما تبادلنا كما شبابنا المتطوعون الوقود الحقيقي بهذا المشروع بذلوا أوقاتهم وجهودهم في أيام راحتهم وعملوا بإخلاص وصمت حتى رأينا هذا المشروع قائما. الآن تحملوا المسؤولية بروح الانتماء، فجمعوا بين الجهد الميداني والتنظيم والمتابعة حتى اكتمل هذا العمل. وكان إلى جانبهم دور كريم من مؤسسة الحميراء وأخواتنا، حيث أسهمنا بالإنفاق والدعم الصحيح إيمانا برسالة المشروع، فتكامل عطاء الشباب مع بذل الأمهات، فكان الجهد مشتركا والأثر مباركا، والفضل لله أولا وأخيرا وله الحمد والشكر. قال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. نسأل الله أن يبارك في هذا الدعم، ومن وعد ومن سعى ومن دعا، وأن يفتح لنا أبواب الفرج، وأن يسدد الديون، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. هذا يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، وما حدث هنا في هذا المكان الذي تجلسون فيه ما كان ليحدث لولا توفيق الله. الله سبحانه وتعالى كريم، لكن إخوتي وأخواتي أريدكم أن تتخيلوا للحظة، أطلق العنان لخيالك وتخيل ذلك المكان. أنا زرته منذ شهور قليلة، ووالله الذي لا إله إلا هو وجدت فيه هنا ناس يعني من ديانة أخرى، وكانت معهم الآلات الموسيقية. هذا بيت من بيوت الله، كانت في الآلات الموسيقية، وكانوا هم قلة، لكنهم كانوا ينظرون إلينا شدرا. نعم، شدرا، ينظرون إلينا نظرا. وهنالك في ذلك الوقت دعوت الله سبحانه وتعالى: اللهم أهدي بهذه المجموعة الطيبة المباركة، على رأسهم أخينا الشيخ عثمان والشيخ إدريس. وأنا أقول الشيخ عثمان لأنه رجل في العقد السابع من عمري، يعني في العقد السابع معناه ستينات وأنت ماشي على السبعين. وهذا الرجل يعني مع عمله وانشغالاته يعني يضرب ليل نهار. تقول له أريدك في هوبس كروسنج
يأتيك في هوبس هوبس، تقول له أريدك في المناطق الشمالية تجده في المناطق الشمالية. والله طاقة مدد من الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، أنا أتحدث هذا الحديث لأني أعرف حجم المعاناة التي تمخضت عن هذا الجمع الجميل اليوم. هذا الجمع الجميل المبارك ما كان ليكون هنا لولا أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا إخوة جزاهم الله خير الجزاء. أخونا الشيخ إدريس مع ما يقوم به من جهد في الدعوة إلى الله وفي إدخال الناس إلى الإسلام وتعريفهم بالدين. وعندما نتحدث يا إخوة، أنا أتحدث عن مسلمين كانوا على غير ملة الإسلام، دخلوا بالمئات، لا نزكي على الله أحد، دخلوا بالمئات، ووالله الذي لا إله إلا هو نحن نستحي أن نتحدث إليه، لكن سبحان الله كل واحد كل ميسر لما خلق له. فأعمال الرجال تقاس بالنيات، وأعمال الرجال نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلها جميعا. الآن هذا العمل فيه كثير من الإخوة الذين كانوا كان كما تحدث كان مجرد حلم أصبح واقعا، وأصبح هذا المكان ينتمي إلى أهل القبلة. هذا المكان ينتمي إليكم بعدما كان يعبد فيه غير الله. أليس هذا إخوة الإيمان شيء جميل؟ من قام بهذا العمل ومن شارك فيه ومن أعد فيه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعد لهم متكئا في جنات النعيم. والإخوة الذين سبقونا بهذا العمل ربما نستطيع اللحاق بهم بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف نلحق بهؤلاء الإخوة؟ والله الأمر في غاية البساطة. هذا المبلغ لا يجب أن نجعلهم بعد هذا أن هم الذين يسعون في جمع هذه الأموال. والله يجب أن لا نتركهم وهم يتحركون شمال يمين ونحن نأتي إليهم لنشاركهم الفرح. لا، الطريق طويلة ممتدة حتى يكون هذا المكان ملكا كاملا لشباب المستقبل. فأنا أنصح نفسي أن نعد من الآن لحملة تبرعات قوية جدا. كل أسرة لا تتحدث بالمئات، مع أنه رب درهم سبق 1000 درهم، لكن كل أسرة يجب أن تعتبر هذا مركزها وهذا المكان لها، وأن أبنائها إن شاء الله سيتخرجون من هذا المكان دعاة إلى الله، سيتخرجون منه حفظة للقرآن الكريم، سيتخرجون منه وهم يحملون لبنات الوحدة الإسلامية. أولئك الذين نأمل فيهم أن يوحدوا المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة أيها الأخوات. طبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم، وشكر الله لإخواننا في جمعية النجاشي على هذا العمل الرائع الماتع النافع. هذا يوم عظيم من أيام الله في هذه البلاد، يوم نشهد فيه تحول بقعة من الشرك إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد. هذا مكان يذكرنا بقول الحق سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. وإن كان كبناء قد رفع من قبل، ولكن الآن سيرفع من جديد، سيرفع بذكر الله سبحانه وتعالى، سيرفع بتوحيد الله عز وجل.
في بيوت أذن الله. طالما أن الله عز وجل أذن فلا ريب ولا شك بأنه سيرفع، لأن الإذن جاء من الحق سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. نعم أيها الإخوة، إنها مفخرة عظيمة لنا كمسلمين، الكوميونيتي المسلم في هذا البلد، المجتمع الذي يعطي الصورة المشرقة الحضارية في العقيدة، في الأخلاق، وفي السلوك، وفي العبادة، وفي كل مناحي الحياة. نشهد اليوم ولادة جديدة لأمة تجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله عز وجل. شهدنا منذ سنوات قليلة افتتاح مسجد كهذا، كان كنيسة في منطقة دندنو، فكان أحد الإخوة الضيوف من اليمن قال كلمة جميلة، قال يومها كانت كنيسة فصارت أنيسة، واليوم فيها أنس وفيها تقرب من الحق سبحانه وتعالى، فيها توحيد لله عز وجل بأنه الواحد الذي لا إله إلا هو. تعلو هنا راية الله أكبر، تعلو هنا راية أشهد أن لا إله إلا الله، ويرتفع هنا ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمدا رسول الله، ويعلو هنا النداء الذي يتكرر ويتكرر عبر امتداد العالم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يرتفع ويصبح نداء الله أكبر، وتعلو راية التوحيد لا إله إلا الله. هذا يوم عظيم يستحق منا شكرا وتعظيما للمولى سبحانه وتعالى الذي وفق لهذا العمل. وأنا أقول لإخواني في جمعية النجاشي هنيئا لكم ولكل من سعى، لكل من سعى. ربما من تقدم قبلي في الكلام ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه ولو كعش طائر بنى الله له بيتا في الجنة. فبشرى لكم يا إخواننا، يا من هيأكم الله، يا من جعلكم الله في هذا الموقع، والبشرى لكل إنسان ساهم ولو بكلمة ولو بدعاء من أجل أن يرفع ذكر الله عز وجل في هذا المكان. ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، هي بشرى أخرى لنا. جاء شهر رمضان، جاء موسم الخيرات، موسم الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. فالآن ستجتمع جموع المصلين هنا، ليس فقط من إخواننا في الجالية الأريترية، ليس فقط من أي جالية، وإنما أهل الإسلام، أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمعون على صلاة التراويح، على صلاة القيام، على صلاة الفجر، على الدروس، على المواعظ، على طاعة الله سبحانه وتعالى، حيث تتنزل الرحمات، حيث تغشانا رحمة الله عز وجل، ويذكرون الله سبحانه وتعالى في من عنده. الله أكبر. طاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو متهالك. أحبابي الكرام، تحية طيبة مباركة، تحية شكر وتقدير وإجلال إلى كل الذين حلموا بأن يكون للنجاشي مكانا يعبد فيه الله سبحانه وتعالى في هذه المدينة، مدينة ميلبورن، ولاية فيكتوريا في أستراليا العزيزة الحبيبة. أيها الأحباب الكرام، إلى أولئك وهؤلاء الذين حلموا والذين تحركوا ليل نهار، تاركين أعمالهم وأهاليهم، وتاركين
راحتهم ووضعوا كل شيء خلف ظهرهم من أجل أن يقام هذا المسجد ويصلي فيه الرائح والغادي والقانع والمعتر والمستعجل والمتأني، العامل والعاطل، الكبير والصغير، يصلي فيه ركعتين ويصلي فيه الصلوات المفروضة. إلى أولئك الذين تقدموا بسخاء مالا وفكرة، وإلى أولئك الذين حاولوا إثباط الهمم، أقول لهم: إذا أراد الله خيرا وعملا في هذه الدنيا فيسخر لهذا العمل عبادا مخلصين أوفياء. وإلى كل الذين كانوا يرون أن أمر هذا المسجد مستحيلا، ليس بسوء نية ولكن تقديرا لظروف ما هنا وهناك، نقول لهم لأولئك وهؤلاء جميعا، فالله سبحانه وتعالى قال: كن فيكون، وأمره نافذ. وما كنت في أدنى مستوى الشك والإحباط أو شيء من أن لا يتحقق هذا الحلم، كنت أقول دوما في الفيديوهات التي عملتها حمدا لله سبحانه وتعالى، 8 أو 9 فيديوهات أروج لهذا المسجد، كنت على يقين تام إذا خلصت النوايا وتحرك الناس بهدف نبيل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يخذل عبده مهما كانت التحديات. وكنت على يقين أن الله منجز وعده، وأن الناس سيصلون ويكبرون في هذا المسجد أيا كان عددهم. الحكمة والمسألة ليس بكثرة المصلين، ولكن مصليا واحدا يدعو في جوف الليل أو يأتي عابر طريق ويصلي في المسجد ويدعو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيسخر لهذا المسجد عباده الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. وقد يأتي من خارج هذا القطر البعيد، قد يأتي من أبعد بلاد الدنيا، يرسل ماله وينفق ماله وينفق فكرته. ولذلك الآن المسجد يعني فتح بابه وفتح قلبه وفتح محرابه ليؤذن في هذا المكان وتصلى الصلوات الخمس والجمعة والجماعة وصلوات العيد، وتقام فيه التعازي والأفراح التي لا تتعارض مع قيم المسجد وعظمته ومكانته في الأمة الإسلامية. وأعود فأقول إلى أولئك الذين ما كان لديهم إلا أن يقدموا فكرة ونصيحة وإرشادا من أجل أن يقام هذا المسجد، ولهم منا جميعا من قلب كل مؤمن غيور على دينه ورسالته في هذه الحياة، نقول لهم شكرا. نحن في عملنا هذا لم نقم بما نفخر ونتباهى به كأولئك الذين قدموا عرقا ومالا وجهدا وزمنا وإخلاصا، وحتى يعني كادوا أن ينسوا أعمالهم وأهاليهم وذراريهم، صالوا وجالوا، ليس على نطاق هذه المدينة، بدأوها بنطاق المدينة ثم الإقليم ثم أستراليا، ثم قطعوا التذاكر وسافروا إلى بلاد الله الواسع، الخليج وأوروبا وأمريكا، وهكذا تسخيرا إلهيا. لو سألنا كل واحد منهم كيف كانت تسير أمورك العائلية والفردية والشخصية والاجتماعية، فيقول والله لا يملك إجابة، فيقول
هكذا أراد الله، وكنا ننطلق وكنا على وعد بنصر من الله سبحانه وتعالى. وها هو وعد الله ناجز، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز في الآية الكريمة. ولذلك هذا يوم شكر، يوم شكر لله سبحانه وتعالى، وسجدة الشكر تكون بمسجد النجاشي إن شاء الله هذا اليوم الأحد 15 من هذا الشهر الميمون. وأنا أدعو عبر هذه الإطلالة مؤسسة النجاشي الدعوية الخيرية أن يقدروا هذا اليوم، لأن هذا اليوم هو يوم شكر وحمد لله سبحانه وتعالى، ثم لعباده الذين فتحوا قلوبهم وجيوبهم وقوتهم وزمنهم وعمرهم، فأن يكون هذا اليوم هو يوم شكر وحمد وسجود لله سبحانه وتعالى، وفي ذات الوقت أن تقام مثل هذا اليوم من كل عام احتفاء وشكرا لله سبحانه وتعالى في هذا المسجد. هذه ناحية. الناحية الثانية، نعم، المسجد مثقل بديون، وهي ديون الله سبحانه وتعالى سيرفعها من أولئك وهؤلاء، فعلينا أن نكمل ما تبقى من إعمار هذا المسجد. فإن فاتكم شيء من الأجر في السابق فاتنا جميعا، فلنتسارع، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، أعدت للذين ينفقون، أعدت للذين سيقدمون ما عندهم. المسألة لا تتوقف في المال كما تحدث كثير من الشيوخ والإخوة الأفاضل، تتوقف على ماذا لديك ثم ماذا تقدم مما عندك. ورب فكرة واحدة عزيز المشاهد، ورب فكرة واحدة يمكن أن تضيء النور، رب فكرة إرشادا واحدا، أولا إخلاصا لله سبحانه وتعالى، رب فكرة واحدة إذا ما وجدت آذان صاغية فيمكن أن تفتح آفاقا واسعة لتطوير وإعمار وتوسعة هذا المسجد. مثلا لا تتوقف على هذه المساحة المحدودة، ولكنها بداية. وأهمس فأقول للإخوة الإداريين، كما فتحتم أبواب هذا المسجد وفتحتم محرابه، افتحوا قلوبكم واستمعوا إلى آراء المصلين، حتى لو لم يكن من ملة أرضكم شعبكم وغير ذلك، فالمساجد لله والمؤمنون إخوة. افتحوا قلوبكم واستمعوا إلى آراء الناس وخذوا منها الشيء، لا تقفلوا عقولكم وأسماعكم، افتحوها أكثر مما فتحتموها. وأتمنى أن يوفق الله بينكم، وإذا كانت هنالك آراء متضاربة من هنا وهناك فتسامحوا واغفروا لبعضكم البعض، حتى يسير هذا المسجد إلى الأمام وتكون مؤسسة ضمن مجموعة المؤسسات التي تتنور بها هذه المدينة الطيبة، أهلها وشعبها وأرضها. نحن نفخر ونشكر حكومة وشعب أستراليا، الشعب الأصلي، شعب السكان الأصليين وغيرهم والوافدين، وكلنا في هذه السفينة نتقدم بوافر الشكر والتقدير لحكومة أستراليا ولاية، إقليما وفيدرالا، تحت سقف القانون وتحت سقف حرية العبادة وحرية الحركة. تحت سقف القانون تمكنا من إقامة هذا المسجد، والذي لم نستطع أن نقيمه في بلادنا التي ننتمي إليها تاريخا وواقعا ومستقبلا. بلادنا المعروفة إريتريا تحديدا، فكون حلما لم نستطع أن نقيمه هناك أقمناه هنا تحت سقف القانون والحرية والمساواة وحرية العبادة. أتقدم باسمي وباسم كل مسلم في هذه المدينة وفي هذا القطر وفي هذا الإقليم إلى الشعب الأسترالي وحكومته
بوافر الشكر والتقدير. نحن نحب هذه البلاد، نحن نحب شعبها، نحن نحترم فيها العادات والتقاليد واحترام القانون، لأنها أعطتنا هذه المساحة وهذه الحرية، وهذا القول الذي لا نستطيع أن نقوله حتى في بلادنا. فلهم الشكر الجزيل. شكرا لكل الذين سهلوا من هنا وهناك، وشكرا لكل الذين تكبدوا المشاق من أجل هذا اليوم، يوم الشكر والتقدير. أتمنى أن تفتح الأفكار والعقول لأخذ هذا وذاك في ذات الوقت. يعني ليس كل فكر ورأي رشيد، لكن علينا بالذات الإخوة في الإدارة أن يفتحوا آفاقهم ويستمعوا لكل شاردة واردة، يأخذوا منها الجيد وغير ذلك يأخذ منها ما ينفع الناس، وأما الذي يعني لا ينفع سيذهب جفاء بنفسه. هذا اليوم يوم الشكر، وأدعو المشاهد الكريم أن لا يحرم نفسه من لحظة الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى في مسجد النجاشي اليوم الأحد 15 من فبراير، هذا اليوم الأغر بعد 5 إن شاء الله. وأسأل الله يمكننا بالحضور، نساء ورجالا وأطفالا شيبا وشبابا. شكرا لله أولا وأخيرا أن سخرنا وسخر يعني عباده الأوفياء حتى رأينا هذا الفتح المبين. يقول المولى سبحانه وتعالى: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا المسجد ليس للصلوات فقط، ولكنه سيكون منارة للعلم والتعلم، منارة لتأكيد رسالة الإسلام والدعوة إلى الله بالحسنى، وفي نفس الوقت جامع يجمع قلوب الناس، بالذات ملتنا مجموعتنا المتنافرة المتباينة. عسى ولعل الله أن يجمع قلوبهم في هذا المكان. اليوم نحن نعتز ونفتخر كإريتريين مسلمين ومع غيرنا من أمة الإسلام أن تملكنا هذا المكان، فنتآخى فيه ونجمع صفوف هذه الأمة، صفوف المسلمين وغير المسلمين، لأن المساجد أصلا معمولة لهذا الهدف النبيل. ولينصرن الله من ينصره. إن هذا اليوم هو يوم فرح وعيد، ولذلك أحببت أن أخرج إليكم في هذا الفيديو القصير جدا لأدعو ولا نحرم أنفسنا باللحظة الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى داخل مؤسسة النجاشي. تحياتي لكم الإعلامي الشاعر أحمد شريف من مدينة ميلبورن في ولاية فيكتوريا، أستراليا الحبيب. شكرا للجميع، وشكرا لله أولا وأخيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.